رئيس الحكومه وانت كتهضر على السياحه في بلادنا حشمت في بلاصتك. واش بهاد الشياطه والخرده ديال الطوبيسات اللي صيفطوا لنا لمدينه فاس غادي نستقبلوا السياح؟ واش عباد الله الطوبيسات كيمشيو بالفخر وما عندهم فرانات بحالهم بحال وعودكم الانتخابيه؟ فعلا نستاهلوا ما احسن. شوفوا سيد الرئيس التوقيت عافاك. تفضل السيدة النائبة تفضل. شوفوا شويه جهه فاس مكناس اللي فيها اعلى مستويات ديال البطاله ومحتاجه لاستثمارات كبرى فين يخدموا الشباب. بغينا يا وزيره السياحه والسلفيات انصاف وادماج حقيقي للمرشدين السياحيين الغير نظاميين بفاس، والاهتمام بالسياحه الثقافيه والدينيه بهذه المدينه العتيقه، الزاويه التيجانيه، قبب بني مارين نموذجا. وما يمكنش السيد رئيس الحكومه باي وجه كانت تقصى فاس من تي جي في. بغينا تكون عندنا عداله مجاليه بين مدن المونديال. المواطن والسائح كيتشكوا تأخر المواعيد وغلاء أسعار تذاكر القطارات، والجالية المغربية بالخارج براسها كتشكى من غلاء تذاكر السفر عبر الطائرات والبواخر. المواطن كيخلص ضرائب مهمة، إذا خاصو في المقابل خدمات في المستوى وأسعار معقولة. الحكومة مطالبة بتشجيع السياحة الداخلية وتكون عروض وأسعار معقولة في متناول المواطنين وتشتغل على جميع المدن وما يكونش التركيز غير على المدن المعروفة. ومع الأسف غير البارح شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة. هناك خرق للفصل 135 والفصل 141 من الدستور، أن الأمر ديال النقل الحضري هو من اختصاص الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة. أن ما تجاوبنيش، أنا المحضر كيتسجل، احنا ماشي كنتعاطاو، احنا أتحدث عن مؤسسة دستورية يجب أن تحترم الضوابط، وهذه الضوابط نحن السيد النائب قدم جرد للجريدة الرسمية يدخل في إطار الاختصاصات ديال الجلسة التشريعية، أن نقدم أشياء لا تدخل في اختصاصاتنا، معنى أنه نتعدى على اختصاصات المؤسسات الأخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية وطريقة تشكيلها عبر انتخابات. واحد فينا ما عنده الحق هنا داخل هذه القاعة، لا الحكومة ولا البرلمان، أن يتدخل في تدبير الشأن المحلي الذي خص له الدستور الفصل 135 و 141. سنعرض هذه الحالة على لجنة الأخلاقيات.